اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، بحبكم كتير. اتمنى منكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان خاطر القناه تكبر بيكم، ونبدا بقى نعمل حاجات لرمضان وخازين رمضان والكلام من ده كله والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها. ده طبعا زي ما انتم شايفين 20 كيلو من الفلفل الاحمر. هنبدأ ان احنا نعمل منه هريسة. طبعا انتوا عارفين ان هريسة الشطة بنحتاجها كتير في اكلاتنا. في اي تتبيلات لازم تكون موجودة في البيت. يعني الحاجة ديت مش يعني ان انت تجيبيها وتخزنيها كده في البيت وتحطها في الفريزر. دي بتنفعك في كل حاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين قطعناه ونضفناه وغسلناه كمان كويس جدا مرة واتنين وتلاتة لحد ما بقى بالشكل اللي قدامكم دوت، وفتحناه عشان نطلع منه البذر اللي بره. وزي ما انتم شايفينه احمر وما شاء الله عليه، يعني حمرا، مفيش واحده خضرة كده ولا كده. واللي كده فرزناها وطلعناها اللي هي مش هتنفع ان احنا نعملها كده. طبعا دي اول خطوة. تمام. ان احنا ماما حاطه ميه على النار وحله زي ما انتم شايفين، وبدأنا احنا حطينا نص الكميه هنا ونص الكميه نعمل بقى حاجه تاني. تعالوا نشتغل في التانية عقبال ما ديت تستوي على النار. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، هوريكم التانية بس هنحكي في دي شويه. تمام. ده زي ما انتم شايفين حطينا في الخلاط بس حبه ميه صغيرين، محطيناش غير حبه ميه صغيرين ان احنا نمشي بيهم الخلاط، لان احنا مش عندنا كبه. فانت متوفر عندك كبه عادي تقدري تعملي زيي. لو انت مش عندك كبه عندك كبه تقدري تمشي بالكبه، مش هتحطي ولا نقطه ميه. تمام. بدأنا زي ما انتم شايفين نفرم الفلفل، ولا عايزينه خشن ولا عايزينه ناعم، زي ما حضراتكم قدامكم شايفين. طبعا الميه اللي احنا صفيناها من الفلفل دي عامه كلها كده كده الفلفل اصلا بينزل ميه. فبدأنا ان احنا نحط منه حبه بحبه على على الخلاط. فبالتالي هو نزل ميه كتير، يعني هو اصلا نزل ميه كتير. بص، عشان خاطر ما تقليش من الخلاط فتحطي ايدين، خليك كده ايه ماشيه تدريجيا عشان انت هتفرمي كميه. فبالتالي ان الخلاط مش يحصل له اي حاجه يعني وكده. فتحطي كده إيه كام واحده بكام واحده كده تمشي الدنيا معاكي. زي ما حضراتكم شايفين انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. بدأنا ان احنا نفرمه. وزي ما قلت لكم الميه دي مش هنرميها، هنحتاجها في حاجات كتيره. يعني كل حاجه طلعت من الفلفل دوت هنحتاجه في كل حاجه، مش اللي هو هنأهمل منه وهنكبه الكلام من ده، لا. زي ما حضراتكم شايفين ادي هرسة الشطه اهيت ما شاء الله. هو انت عايزه تجيبيه شطه خالص، عايزه تجيبيه نص ونص، عايزه تجيبيه بارد براحتك عادي. كل الطوارئ تمشي. زي ما حضراتكم شايفين الميه حمرا وما شاء الله. طبعا الميه دي ممكن تستفادي منها ايه، تحطيها على الطماطم وانت بتفرمي طماطم لاي خضار لاي تسبيكه. ممكن تحطيها على مش ممكن تحطيها على اي حاجه تستفيدي بيها. يعني احنا مش هنرميها، هنستفيد بيها عامه. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا ان احنا بقى ايه نعبي في اكياس كده اهوت. مشيت معاكم واحده بواحده، يعني عشان خاطر ايه اما تيجي انتي تعوزي حته تقومي تقطم معاكي الحته على طول. بحيث لو انت ما تقعديش تاخدي معلقه بالبرطمان تقعدي تحكي بقى وتحطي في الفريزر وكده وتطلعي. لا، يبقى انا الكيس جاهز عندي اكثر منه حته، والباقي احطه في الفريزر. تمام، يبقى كده مظبوط عندي. زي ما حضراتكم شايفين كده برضو تاني كيس معاكم عشان ماشيين معاكم خطوه بخطوه. وما شاء الله الفلفل الاحمر قدامكم، ويعني هو مش محتاج، هو بيتكلم عن نفسه. مش هقولكوا تاني لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكوا حبيب قلبي، وعشان اعملكوا كمان فيديوهات اكتر واكتر. ولسه كمان في فيديو جامد هينزل لكم والله. بس قلنا ننزل ده الاول بحيث عشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فاللي حابة تعمل هريسة لرمضان وكده تعمل. طبعا ده برطمان حطينا عليه حبة زيت زيتون على الوش، ده هنحطه في التلاجة نستعمل منه. لما يخلص بقى اقوم مطلعه كيس حتة بحتة برضو زي ما اتفقنا معاكم. زي ما حضراتكم شايفين ده بقى اللي احنا حطيناه في البداية اصلا على النار، وبدأنا احنا نسويه. تمام. طبعا احنا مش هنستعمل المية اللي فيه، هنصفيه برضو وهنمشي معاك خطوة خطوة احنا عملنا فيه ايه برضو. بدأت ماما تفرمه. طبعا حلة شايفينه عامل زي الصلصة كده. هو اصلا باين عليه اللي يشوفه يقول صلصة، بس فعلا والله هو فلفل. دي بقى ماما بتحتاجه في ايه، بتحتاجه ان هو ممكن تعمل فيه مثلا لو عندك الطماطم بتاعه التسبيكه مش حمرة تاخدي منه معلقتين بتظبط الدنيا. ماما حطيته على النار وحط عليه رشة عليه ملح ان هو المية اللي فيه برضو تنشف، يبقى زي الايه، يبقى زي الصلصة كده بالظبط.
زي ما حضراتكم شايفين. مشي معاك خطوه بخطوه كده بقى، خلاص بقى هدا وصفصف على الحبه دولت وكل حاجه بقت تمام. وزي ما انتم شايفين حبيناهم برضو في علب عشان نحطه في الفريزر، والبرطمان ده يفضل معانا بره في التلاجة، نحط بس على وشه حبه زيت كده وخلاص هيفضل بقى معانا، ناخد منه معلقه بمعلقه. يعني التانية نستعملها في حاجات السمك والشيش طاووق والكلام من ده.